اهلا بك يا عزيزي في قناتي. النهارده عندنا تحدي، وهو لازم نعمل مهاره هتحددها اللاكي ويل وبعدها نشوط على طول، بالمعنى اني اعمل مهاره اللي طلعت معايا في اللاكي ويل ولازم بعدها اشوط. لو ما شطتش وبصيت مثلا لحد تاني وجبت جول، الجول ما يتحسبش. طبعا هيكون عندنا 10 مهارات في اللاكي ويل، والفيديو هيكون متقسم على فيديوهين. اتمنى لك مشاهده ممتعه وخليك مع الفيديو. قدامك دلوقتي اللاكي ويل، وهنبدا باول حاجه ونشوف ايه المهارات اللي هتطلع لنا. طلع معايا اول مهاره هنعملها هي الريمبو فليك، يعني لازم نعمل ريمبو فليك ونشوط على طول. مهاره سهله. وبدأنا مع أول ماتش، وقدامنا دلوقتي الكورة مع وسطها للرويز ومن رويز لده هنعملها. ودلوقتي اهو اجبنا أول جول بسهولة، وفي أول 4 دقايق حرفيا جول سهل جدا وحاجة سهلة. ان شاء الله بقى ايه نشوف اللي بعده، ولو بعده اصعب هنشوفه برضه هو كمان نفس الحاجة. زي ما قدام عينك كده يا عزيزي، هنعمل اللفة وهنشوف ايه اللي هيطلع لنا. طلع لنا هيل تو بول رول، ان شاء الله تكون سهلة ونقدر نخلصها في 4 دقايق نفس اللي قبلها. يمشي بالكرة ديمبلي، بياخد ويراوغ بسيطة، بعدها بسيطة تاني لحكيمي. عملت المهارة بس ما لقيتش فرصة. زاد ديمبلي تاني، هعمل المهارة عملتها، ويا نهار ابيض على الجول، جات لي فرصة تانية وجبت الجول بسهولة نفس اللي قبله. يعني مش بسهولة قوي، هو عدى شوية صعوبات بس يعني ايه المهم ان هو كان سهل جدا يعني. ونديها بقى باللفة التالتة ونشوف ايه المهارة اللي هتطلع لنا. مهارة الرولت، اللي هي المهارة اللي باخد فيها كرة وبلف. يلا ان شاء الله تطلع سهلة. خدت الكرة من اول الملعب، بعدين اديتها لده، فضلت بجري شوية، بجري شوية بصيتها لده. حكيمي هيعملها ولا لا؟ قلت بصيها بعدين اعمل المهارة، عملتها اهو دلوقتي وهشوط، ويا نهار ابيض الجول الرابع قصدي. تالت ولا رابع مش فاكر، كان التالت ولا الرابع، بس هو جول جامد جدا. ويعني ان شاء الله هنقدر نقفل التحدي بقى هو كمان. زي ما انت شايف كده يا عزيزي، ده اللفة الرابعة وهنشوف بقى ايه اللي هيطلع لنا. فليك اب، ان شاء الله تكون مهارة سهلة وهنعملها وتكون زي اللي قبلهم بالظبط. هنا المعلم خد الكرة بصاها لده، بعدين قام بصاها لده وندملي لده، وبعدين هقوم عامل المهارة دلوقتي. عملتها وبالدبل كيك، ويا نهار ابيض على 90 بالظبط. على 90 بالظبط شطها وجبتها على 90 بالظبط، بأجمد الأجوال اللي جبتها لحد دلوقتي بصراحة يعني. نختم بقى بآخر لفة كده علشان نخلي الباقي للجزء التاني ونشوف هيطلع لنا ايه. هيل تو هيل فليك. مش عارف ليه بدأت ارتعش في بقرأ، بس ايه نفس الكلام كل مرة اللي هو هيكون سهل وكده يعني. هنعمل محاولتنا ونشوف هل هنقدر نجيبها ولا لا. انا هنا قمت مباصل ده وانده لده، وقعدت حاولت اعملها بس ما قدرتش. خدوا الكورة، بجري وراه دلوقتي ان شاء الله هقدر الحقها. لحقتها بصيل ده وبعدها لده، بعدها بصل ده، وهبدأ أجري بالكرة، أجري. بعدين عملت المهارة بس للأسف ما ظبطتش معايا، كنت عاوز أجيبها ار2. بعدين لفيت هنا عملت المهارة وهشوط، ويا نهار أبيض جه الجول الخامس. اللي هو الحاجة اللي هنختم بيها وخلاص. يعني كده ختمنا. لو عجبك الفيديو يا عزيزي ما تنساش اللايك والسبسكرايب والحاجات اللطيفة دي، ولو ما عجبكش برضو ما تنساش اللايك والسبسكرايب والحاجات اللطيفة دي عشان تدعمني وتعرف تكبرني وممكن توديني للناس هي بتهتم بمحتوايا. السلام عليكم.